لقيته بيقول لي امال انا هنا دافع فلوس وجاي هنا ليه؟ انت ما تعرفيش ان اللي بيدفع فلوس كتيرة يطلب اي حاجة من البنت اللي بتعمله كده ما تقدرش تقول له لا. قلت له بس انا هنا لحاجة معينة مش اللي انت بتطلبه ده. المهم اتنرفز عليا وانا كمان ما كنتش فاهمة هو يقصد ايه. انا متطلقة لاني ما بخلفش، واحد ندي مع اني كنت بحبه هو بيحبني، بس نعمل ايه؟ من زن امه عليه. نفسهم بقى يشوفوا له حتة عيل، لكن رماني بعد 5 سنين جواز وعشت لوحدي. طبعا اهلي كلهم اللي هنا واللي هنا، ابويا متوفي وامي متوفية، مفيش غير اخ واحد، وعمامي بقى والناس ديت زي ما انتوا عارفين كل واحد يعني ملهي بظروفه وكده. عشت وقلت انا لازم اعتمد على نفسي. بصراحة دخت اشتغل هنا شوية واشتغل هنا شوية، بس كل ما حد يعرف ان انا متطلقة وخصوصا كمان ان انا حلوة يعني ملفتة جدا لأي واحد، الكل بيطمع فيا بحجة بقى يعني من تحت لتحت، يعني ان هو هيزودني هيديني. محدش كان بيعمل حاجة ابدا ببلاش لحد ما زهقت. وفي مرة لقيت واحدة صاحبتي بتقولي طب ايه رأيك بقى انا هجيبلك شغلانة في منتهى الجمال. قلت لها يعني ايه في منتهى الجمال؟ قالت لي يعني راتب وفلوس ويعني هتفعك لفوق. قلت لها وفين بقى الشغل ده؟ قالت لي بس تفتحي دماغك كده معايا. قلت لها يا ستي هفتح بس فين الشغل ده؟ قالت لي في مركز كده بتاع يعني مركز تجميل على مساج على حاجات كتير. قلت لها يعني ايه بقى؟ انا ما اعرفش في الحاجات دي. قالت لي يا ستي هتتعلمي، وبعدين انا قلت لك فتحي مخك، بلاش بقى كل حاجه ما اعرفش. قولي ان انا هتعلم بسرعه وحاسس اللي قدامك ان انت شاطره، وخصوصا يعني انت بصراحه جسمك مساعدك ان اي واحد يشوفك يشغلك من غير ما يكون عندك خبره. قلت لها ماشي، وخدت لي ميعاد مع الناس ان انا يعني ان انا هروح اشتغل عندهم او هيشوفوني. ودخلت لقيت واحده كده قاعده على مكتب وقعدت تسالني وانتي متجوزه وانتي مش عارفه ايه. قلت لها لا متطلقه، وحتى سالتني عن سبب الطلاق. قلت لها يعني هو ده ماله مال الشغل؟ قالت لي عادي يعني دردشه. قلت لها بصراحه ما بخلفش. قالت لي طب تمام قوي. قلت لها ليه بقى تمام قوي؟ قالت لي لا ما فيش، يعني اللي واحده بتبقى عندها عيال بتبقى ملخومه وهروح لعيالي عيالي عيانين. قلت لها لا انا وحيده يعتبر وحيد. قالت لي كمان ده احنا يعني ما بنصدق نلاقي واحده زيك عشان تبقى متفرغه للشغل. استغربت جدا لكلامها. قالت طب بصي لفي كده انا عايزه اشوف بس يعني ايه، انت عارفه هنا شايفه الوضع عامل ازاي، احب يبقى الواجهه بتاعه الشغل البنات اللي شغالين معايا زي ما انت شايفه الكل عامل ازاي. لفيت وقفت وقعدت. قالت لي تمام قوي، انت بصراحه شكلك يعني بصراحه حلوه ومش بتاعه بهدله. قلت لها لا عادي انا اتعلم اي حاجه. بدأت أتعلم وبدأت أشتغل في الكوافير ده، أعمل شعر أعمل وش أعمل حاجات كتيرة. بدأت أتعلم. لقيتها بعد كام شهر كده بدأت كل شوية تزودني، فبقول لها الفلوس دي يعني أنا بتقول لي يعني عشان تبقي مبسوطة وكده. قلت لها بس بصراحة ده كتير قوي عليا. قالت لي لا اصبري التقيل لسه ما جاش. قلت لها هو في أتقل من كده؟ ايه التقيل بقى؟ قالت لي على العموم صاحب الشغل لما يشوفك هيقولك. قلت لها وحضرتك مش صاحبة الشغل؟ قالت لي لا. فاستغربت قوي مع ان هي اللي فيها او شكلها الكلمه بتاعتها مسموعه، ولقيتها بتقول لي خلاص صاحب الشغل هيشوفك بكره في مكتبه. قلت لها هو المكتب بتاعه فين؟ قالت لي بكره هقول لك كل حاجه. وجي بكره وراحت واخداني وطلعت كده في دور انا ما كنتش اعرف ان في دور زياده، بس محدش بيطلعوا يعني ايه الا يعني الناس المعينه. ودخلت لقيت واحد كده تقريبا يعني في اواخر 40 في اول 50، بس مش باين عليه شكله كده راجل شيك من اللي بيطلعوا في التلفزيون. وسابتني وراحت خارجه. قعد يتكلم معايا وبرضه مطلقه. طب ليه؟ وقال لي تمام جدا، انت بصراحه يعني لو فتحتي مخك معانا هتكسبي وتكسبي كتير قوي. عندك عربيه؟ قلت له لا. قال لي مش نفسك يكون عندك عربيه؟ قلت له بصراحه نفسي. قال لي خلاص كم شهر وهتركبي احلى عربيه. فاستغربت قلت له كم شهر من هنا؟ قال لي لا انت كده انتقلتي معانا لمرحله تانية.
بكرة هتعرفي كل حاجة، بس انت يعني ايه فتحي مخك وخليكي شاطرة. قلت له انا شاطرة وبتعلم بسرعة. قال لي خلاص في قسم هنا احنا عاملينه قسم خاص للمساج واللي بيجي يعني هد اعصاب وكده. قلت له اسمع عن المساج وكده بس انا ما اعرفش فيه. قال لي ما انا قلت لك هعلمك وانت قلتي تتعلمي بسرعة. قلت له تمام. ستات وكده. قال لي بقى انا يعني انت تفرق معاكي؟ قلت له بصراحة قال لي في ستات وفي رجالة بس كل اللي بيجي هنا بيجي عشان يرتاح، فهماني؟ انا طبعا عارفة ان المساج ده استرخاء وكده. قلت له فاهمة. انا كنت فاهمة حاجة وهو كان مفكر انا فاهمة الحاجة اللي في دماغه، لكن انا عارفة ان المساج يعني الواحد بيبقى جسمه مرهق بيفك عضلاته وكده. وراح موديني تاني يوم مكان كده تبع يعني اللي هو بيقول عليه بس محدش بيعرفه كتير يعني، والناس اللي بتروح له ناس اغنياء جدا والناس اللي هي يعني محدش بيعرف يكلمهم. ولقيت البنات هناك لابسين لبس يعني الحاجات القصيرة، الحاجات اللي هي المحزقة كت وكده. قال لي انت هتلبسي يونيفورم زي ده بالظبط وانت كمان حلوة وجسمك هيساعدك وهتبقي احلى منهم كمان، بس زي ما قلت لك خليكي شاطرة. قلت له انا شاطرة وكل حاجة بس يعني انا يمكن ما اعرفش اعمل الحاجات دي. قال لي انت بتقولي هتتعلمي، خلاص اسكتي بقى. وراح مطلع من جيبه مبلغ كبير وقال لي بصي خدي ده عشان تدلعي نفسك وتفتحي مخك معايا. اللي هنا كلهم عايزين واحدة حلوة زيك كده، وانتي شايفة البنات اللي هنا وانتي يعتبر احلاهم واجملهم جسما وشكلا. ودخلت مع واحدة والتانية ولقيت مساج عادي وطبيعي وزيوت وكريمات وحاجات من دي، وبدأت اتعلم شوية بشوية. وقال لي بعد كده انتي هتخشي لوحدك. الاول دخلني عند واحدة ست كانت عايزة تعمل مساج، بدأت تعمل لها وكده. بعد كده شوية شوية بدأ يطلب مني حاجات معينة. بدأ يدخلني عند الرجالة وبدأت أعمل للرجالة. كنت في الأول محروجة بس بدأت أتجرأ شوية بشوية. بعد كده بدأ يدخلني في مرحلة تانية، الرجالة بتبقى جاية لحاجة معينة مش مساج بس، بيبقوا نايمين وكل حاجة، لكن بعد ما باجي أبتدي معاهم ألاقي يعني شالوا الغطا اللي بنغطينه واشوف بقى كل حاجة. في الاول اتخضيت ولقيت اللي نايم بيقول لي ايه انت مش عارفة شغلك ولا ايه؟ راجل شكله يعني غني وشكله كده متكبر اصلا. انا طبعا ما كنتش عارفة اتصرف ازاي. لقيت واحدة داخلة وقالت لي زي ما يعني انت فاهمة؟ قلت لها لا انا ما فهمتش ان انا اعمل حاجة زي كده. قالت لي لا ده شغلك واحنا هنا بنشتغل كده. وراحت خارجة وقالت لي خلي بالك هتترمي في الشارع ومش هيسيبوكي في حالك، اعملي شغلك زي ما بيتقالك او زي ما بيطلب منك. وفعلا بدأت ابتدي اتعامل مع اللي هو كان بيطلبه بالظبط. كل حاجة كان بيطلبها في الاول كنت يعني بيتوسب عليا منه او كده، لكن بدأت اتجرأ شوية بشوية. بدأت اخش الواحد واتنين لدرجة ان في ستات بتيجي عشان الموضوع ده، بس كنت في الاكتر برتاح مع الرجالة. دي كانت ميولي، ما كانش ميول الستات ابدا بما اني متطلقة بقالي فترة ما بعملش المواضيع دي. بصراحة بدأت احس ان جسمي بيشتاق للحاجات دي وجسمي بدأ يتحرك، وبدأت اعمل اللي بيطلب مني واكتر من اللي بيطلب مني، لدرجة ان كانوا بيخرجوا هم خارجين بيدوني فلوس كتيرة قوي في جيبي غير اللي انا بقبضها، وكنت كمان بمتعهم وهم كمان بتمتع معاهم. وبدأت أعمل الحاجات دي لدرجة إن وصلت إن أنا العلاقة الكاملة كنت بعملها داخل الأوض ديت لما حد يكون خلاص يعني. وأنا كمان بدأت إن أنا جسمي كله يتحرك، فكان بيحصل فعلا كده. بدأت أعمل كتير، بدأت أحب الموضوع ده. بعد ما كنت رفضاه بدأت أنسى، الفلوس نستني والمتعة نستني. بس بدأت أخش في مرحلة أكتر، مرحلة الناس اللي بتبقى عايزة حاجات زي الشواذ والناس دي. ده اللي ما قدرتش أكمله. بدأت أحس إن أنا رخيصة وبشتغل بالفلوس، بس بدأت بحس بعد إيه؟ بعد ما بعت نفسي وبعت جسمي. ناس عندها ميول غريبة، ناس بتلذذ بالعنف يعني بأي حاجة عنيفة. كنت يعني بتذل وبتهان. بدأت أرفض الشغل ده، لكن صاحب الشغل كان مصور عليا كل حاجة كنت بعملها وكان دايما يهددني بيها.
بس أنا مش عارفة هستمر كده لحد إمتى. وفي نفس الوقت كل الفيديوهات أو كل حاجة عملتها اللي هي بمزاجي متصورة عندهم عشان لو حد فكر، لأن طبعا ما عندهمش حد يمشي هيفضحهم. مهما نقول إن أنا مش هتكلم ومش هفتح بقي طبعا ما بيصدقوش. مش عارفة أخلص من الشغلانة دي، أنا اللي عملت في نفسي كده.